كل فترة بيتكرر لينا موضوع حادثة بتحصل في مستشفى بسبب اعتداء الأشخاص أو المرضى أو أهلهم على طاقم الأطباء اللي موجود في المستشفى. وأنا بحيادية زي ما تعودتوا عني هقول لكم رأيي في اللي بيحصل ده. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ دايما بنسمع عن أهالي مريض معين يخشوا مستشفى وبعدين بيحصل اعتداء على الطاقم الطبي اللي موجود هناك. طبعا من الاول كده احنا ضد اعتداء على اي شخص، سواء كادر طبي او اي بني ادم في اي حاجه، سواء هو مخطئ او مش مخطئ، لان ده مش الطريقه اللي المفروض ان احنا نعالج بيها الامور. ولكن خليني اكون حيادي كالعاده، وزي ما انتوا عارفين عني ان انا بقول تفسير وتبرير للي بيحصل. بالاضافه ان انا واحد من الناس اللي عاصروا موضوع المستشفيات بشكل كبير قوي مع اهلي للاسف، وكانت نتائجها كبيرة قوي عليا، أثرت عليا على مدار كبير ولسه لحد دلوقتي بعاني منه للأسف. وظيفة الطبيب وظيفة غير أي وظيفة تانية، لأن ده مش بيتعامل مع حاجة ممكن تتأجل أو حاجة ممكن نتقل عليها زي ما بنقول كده بالمصري. الطبيب كل ثانية بيتأخر فيها بيأثر على اللي قدامه، مش هنقول بس على فكرة الأرواح، على فكرة الحالة الصحية للشخص اللي قدامه. وللأسف طبيعة الأطباء بيبقى فرض عليهم نوع من أنواع الغرور والكبر والتعالي بشكل كبير جدا. كونه إن هو فاكر إن هو بما إن هو طبيب حاصل على درجة معينة، فبالتالي هو بيفهم أكتر من الناس التانيين، فبالتالي هو مش متقبل إن حد يستعجله، مش متقبل إن حد يعدله، أو مش متقبل إن هو يتفهم قلق الشخص اللي قدامه اللي قلقان على المريض اللي جاي. بالإضافة إن في آفات كتيرة قوي بتحصل في وظائف كتيرة قوي حوالينا. يعني خلينا نضرب على سبيل المثال الموظف اللي قاعد في أي مهنة حكومية، طبيعي إن بيبقى متأثر ببعض الأمراض النفسية اللي بتحيط بيه بسبب يعني تقصير في حياته هو بصفة عامة، بسبب غيرة، بسبب إن هو حاسس إن هو مش متقدر، بسبب إن الراتب مش مكفيه، بسبب مشاكله هو الشخصية. أسباب كتيرة، مبررات هنقعد نحكي فيها لحد بكرة. ولكن الطبيب بالذات المفروض ان هو يبقى منعزل عن الحالة دي خالص، مفيش اي حاجة خارجية تأثر على شغله، ولو حتى التأثير ده بسبب شغله هو نفسه، فالمفروض ان ده ما ينعكسش خالص في معاملته مع المرضى، لان هم ملهمش ذنب من هو بيقول. وحتى لو هو عنده مظلمة، لو هو عنده شكوى، لو هو عنده اي سبب، لو هو عنده حتى مرض بيعيق ان هو يشتغل بسرعة، فهو اكرم له ان هو ما يتعاملش في هذه المهنة. المهنة دي خطيرة، المهنة دي ما ينفعش فيها تراخي، المهنة دي ما ينفعش فيها تأجيل، المهنة دي ما ينفعش فيها كبر، ما ينفعش فيها اي نوع من انواع المشاكل النفسية. فيا جماعة انا مش بتجنى هنا على الاطباء، ولكن انا بقول ان الطبيب زيه زي اي بني ادم تاني ممكن يكون عنده عدد لا يحصى من الامراض النفسية اللي بتنعكس على شغله، ولكن انا مش متقبلها في وظيفة بيتعطل فيها الشغل يوم، يومين، شهر، سنة، بتكلم فيه اكتر، ومش متقبل الكلام ده. فما بالكم لما بنتكلم في شخص بيتعامل مع روح واحد، بيتعامل ان هو ليه حياته الشخصية، مش وقت ان انت تقعد تتكلم ولا تشتكي ولا تراجع اي حاجة ليها علاقة بشغلك في الوقت بتاع شغلك. يعني انت عندك مشكلة في المستشفى، حاجة ما جاتلكش، حاجة متأخرة، كل الكلام ده ما ينعكسش في المواعيد بتاعت العمل الرسمية بتاعتك. انت عندك نبطشية، عندك وقت، لما تبقى تخلصها يبقى راجع كل الكلام ده، ولكن ما تاخدش من وقت المرضى وقت ان الشخص ده بيبقى في حاجة لكل ثانية. كل ثانية مش فكرة ان هي بتنقذ حياته بس، لكن هي كمان ليها مردود على الاثر الكبير ليه هو صحيا وعلى عائلته وعلى كل المحيطين. فيا جماعة ما تستغربوش لما يحصل اعتداء او حاجة زي كده، ما بيبقاش شخص داخل مقرر ان هو هيعتدي على الاطباء، ولكن ده بيبقى نوع من انواع رد الفعل، الغضب، الغليان النفسي اللي هو عمال يشوفه. ما هو نوع من انواع القهر. انت داخل المستشفى حتى لو هي مستشفى خاصة وبتتأخر وبتتعطل وبيحصل حاجات مش المفروض ان هي تحصل. انا هنا مش ببرر اللي الناس عملوه ولا الاعتداءات اللي بتتم على الاطباء، ولكن انا بقول ابحثوا عن السبب. لازم الاطباء يتراجع عليهم نفسيا، ويتراجع عليهم خلقيا، ويتراجع عليهم مهنيا كمان في اللي هم بيعملوه.
هل هو بيتأخر؟ هل هو درجة استجابته قد ايه؟ ما يكونش فيه محاباة لفكرة الطبيب ومراعاة لضغوطه، لان هو ده شغله، ضغوطه دي هي شغله. لو هو مش قد الضغوط دي فأكرم له يترك المهنة للي يقدر يستحمل، واللي يقدر يقاوم، واللي هو يقدر يأدي وظيفته بالشكل المطلوب منه. لو المعلومة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى أول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.